ماشي في طريق تمام، وفي عربيه واقفه قدامي اهي عشان عايز اقفل كده المسافه هنقف. بالنسبه عشان اوقف، في ناس بتدوس فرامل الاول وبعد كده بتجيب الدبرياج، اوكي. وفي ناس تانية تقول لك راي تاني، انا هدوس دبرياج للاخر الاول وبعد كده ادوس فرامل. الاتنين يا جماعه صح، الاتنين صح، ولكن الفكره نفسها، الفرامل وظيفتها ايه والدبرياج وظيفتها ايه؟ الفرامل بتوقف العربيه، بتوقف الموتور، بتهديه، وبتوقف كمان العجل. الدبرياج هو وظيفته ان انا بفصل حركه الفتيس وحركه الموتور عشان العربيه ما يبقاش فيها قوه دفع اعلى. فانا دلوقتي الحاله الاولى ان انا لو دوست فرامل، المفروض قبل العربيه ما تقف بثانيه او ثانيتين لازم تكون ضغط الدبرياج. يبقى انا هدوس الاول ايه؟ دوس فرامل تاتش، اوكي، بلس ان انا هلحقه بالدبرياج قبل العربيه ما تقف. بس ده الحاله الاولى. والحاله الاولى دي لو انت كان الموقف عليك صعب في الشارع، كانت الدنيا زحمه، كان في قلق، انت ممكن تدوس فرامل وتنسى تدوس الدبرياج، لان انت اوريدي انت عقلك عايز يقف، فانت ممكن تنسى الدبرياج. ففي الحاله دي احنا بنقول ان احنا عشان نهدي او نقف بدوس دبرياج الاول وبعد كده ادوس فرامل. الاتنين صح، ولكن الاصح فيهم في الوقت الحرج، لو انا شخصيه بتوتر، لو انا شخصيه قلقانه، لو انا شخصيه ببقى خايفه شويه، بدوس دبرياج الاول وبعد كده ادوس فرامل. ليه؟ بفصل حركه الموتور لاي سبب، لان انا حتى لو اتاخرت على الفرامل، هديته شويه هديته كتير، اريد اكون فاصل حركه العربيه عن طريق الدبرياج، بحيث العربيه ما تنطش مني وتلاقيها ايه؟ بطلت معايا.